الشاعر الكبير كامل الشناوي ما كانش مجرد شاعر، لا، ده كان شاهد حساس على زمن امتلأ بالموهبة والدهشة. كان صديق للموسيقيين ورفيق للكتاب، أحد الذين يمتلكوا عينا ترى ما وراء الواجهة. بيروي عن محمد عبد الوهاب الموسيقار اللي حاليا عرف بموسيقار الأجيال. قال: أنا مش عارف سر احتفاظ عبد الوهاب بشبابه. هو لا يمارس الرياضة ولا يتعرض لأشعة الشمس أو الهواء الطلق. نعم، يأكل طعام مسلوق وما بيدخنش، ما بيشربش خمرة، بينام 10 ساعات يوميا، لكن ده ما يخليش شاب هكذا. عبد الوهاب بقى جاوبه، قال له: السر في الفن والحذر. قال له: اشرح. قال له: الفن يعمل كالمساج. فن هو مساج للجسم، لأن الفن انفعال، وهذا الانفعال يحرك الدورة الدموية فتنتعش البشرة والجسد كله. قال له: الفن باختصار مساج إلهي. أما الحذر، أنا لا أسهر سهرة تضرني، ولا آكل طعام يؤذيني، ولا أصاحب من يتعبني. كامل الشناوي برضه بيقول: أمير الشعراء أحمد شوقي كان بيحرص قبل إذاعة أي قصيدة له إنه يعرضها على الموسيقار محمد أبو وهاب. بعدين سأله، قال له: إيه السبب؟ يعني أبو وهاب مش شاعر ولا أديب. لكن أمير الشعراء قال له: أبو وهاب يمثل ذوق الأغلبية. الغريبة بقى إن الحذر بتاعه والحكمة إنه أبو وهاب اتعرض مرة لهجوم شخصي من كاتب كبير، ولما قابله خده بالحضن وباسه. الدكتورة لوتس عبد الكريم سألته، قالت له: ايه سبب التصرف ده؟ قال: داروا سفهاءكم، داروا سفهاءكم. موسيقار محمد عبد الوهاب كان عنده ذكاء اجتماعي غير عادي، وعرف كيف يصل بخطوات مدروسة إلى القمة. الحقيقة يعني أنت لما تدرس مواقف وحياة الموسيقار محمد عبد الوهاب تدهش إنه كان يعيش فعلا بعقلية ترى ما لا يراه الآخرين. عبد الوهاب عاش فنان عند نقطة الغليان في قمة الإحساس والتفاعل. القصة اللي حكيتها لك دي من كتاب الدكتورة لوتس عبد الكريم، عاشوا معي. الكتاب ده مهم أوي وفي قصص جميلة. أنا بشكرك، مع خالص تحياتي، وكل عام وحضرتك بخير.